السلام عليكم غزالات، مرحبا بكم في قناتكم قناه الغزالات. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير على خير. في هذا الفيديو هادي لقيت ماما هنا سايره تتصيد في الزعتر ياك ماما. تتنقي فيه بحال هكا، وقلت باش نتقاسم معكم الطريقه ديالو. تيجيها نتوما هنايا راه في تيزنيت باقي عندكم ماما الزعتر خضر؟ باقي عندنا شويه، بدا كينشف ولكن ها هو كما كتشوفي فيه باقي باقي خضر. هو كندوزو كلشي بحال هكا بالمقص بحال هكا، كنقطع ناخذ غير دوك الوريضات. هذا راني دوزتو كلشي، حيت ليه هذاك الجذوره وداك العواد. ورينا كيفاش تحيدي. عادي هكايا كنشد دابا بحال العويدات كنحيدهم، كندير هكا صافي، وكنحيد هاد العويدات دوك الجذوره وداك الشيء الجذوره كلشي نقيهم نحيدهم. دونك هذوك الجذور اللي تيكون ما فيهمش ولا دوك الاغصان اللي تيكون ما فيهمش الربيع هما اللي تتحيديهم سميتو، تحتفظي بهذوك اللي فيهم هاد الوريقات بحال فيهم هاد الوريقات. كناخذوا دابا كنديروا تحت الروبيني كنغسلوا، راه كيكون فيه هو التراب. هادو راه حيت هذا ديال الجبل، هذا ديال الجبل تبارك الله نقي وحار، عرفتي ماشي بحال هذاك الاخر اللي كيتباع كنلقاوها كيتباع، هذاك راه غير كيغرسوه زعما غير رومي كما كنقولوا. اما هذا الزعتر بلدي، عرفتوا ما نقولش لكم في البيتزا في الحسوات اي حاجه، انا كندخلو في اي حاجه. هذيك تضربي شويه دخلوا ماما في كل شيء الوصفات ديالها. وحنا دابا تقريبا قرب رمضان، باقي واحد المده، باقي واحد شويه من ورا العطله عاد باش نبداو نقولوا رمضان. وليني تنستعدوا ليه من دابا. حنا هذا الزعتر هذا راه تنستعملوه بزاف في رمضان، من غير الايام العاديه تنستعملوه ليني في رمضان بزاف، حيت تيكثروا بحال دوك التشهيوات اللي تيدار فيهم. تماما هي كنستعملوه بحال كنديروا في الحسوه ديال الشعير هي وزيت الزيتون، عرفتي كيجي حتى كطيبيها وتطفي عليها وكديريه هو يكون مطحون، حيت كنطحن انا ملي كيقرب رمضان كنطحنو، ولا بلا رمضان نيت كيكون عندي كنطحنو غير هو. ملي كطحنيه خاصو ما يبقاش واحد المده عندك مطحون. صافي كيبقى مده ديال شهر ولا هكا كده كنعاود ثاني نطحن. وكنديروه في كلشي داك المسمن معمر بالخضار اي حاجه، في سميتها في قلنا في العجينه ديال البيتزا في كلشي. ايوا صافي. ودابا ما حدو خضر بحال التوجيدات ديال رمضان كنوجدوا عليه بحال هادشي اللي من غادي يوصل رمضان ما يبقاش، بحال الزعتر دابا راه ما غاديش يبقى من هنا في رمضان. صافي وتلاقينا معاه دابا راه هو باقي خضر شويه، وتقديناه وجناه. دابا كندير ليه هاد العمليه بحال ما هكا. بشحال ماما تقريبا داير هو القبيطه؟ تيتباع بالقبيطه هي قبيطه كدير درهم. صافي فيها تقريبا شويه كذا. لا باس بها. حنا تقريبا عندنا شي 10 ديال القبيطات. صافي وكناخذوا نغسلوا الغسيل ديالو بحال النعناع. علاش؟ حيت هو كيكون فيه التراب، حيت كيجي من الجبل، كيجيبوه من الجبل. هذا الزعتر الحقيقي، ماشي بحال هذاك الاخر اللي كيشدوه كيسقيوه راه كيكون في الزناقي كيتباع وكيكون طويل. هذاك راه غير ديال السقا. ما هذا بلدي نايض في الجبل. بلدي كنديروه حنايا، نخدموه كاع بزاف. انا يوميا عندي حاطاه انا مع هذيك مع النعناع ومع الشيبه واتاي دايره ماما الزعتر تديروه به. دابا غادي نبقاو غادي بحال ما هكا حتى كنكملوا ونعزلوا غير ديك الوريضات، وغادي ناخذوا نغسلوه ان شاء الله. وتيصلح حتى بحال ما هكايا من ورا الفطور في رمضان تتشربي داك الكويس ديال اتاي بالزعتر، تيعاونك تيهضم لك وشحال. من ورا تجيو من التراويح حنا ضروري داك الكويس ديال اتاي بالزعتر ضروري. تماما. المهم حنا غادي نستمروا دابا بحال ما هكايا تنقطعوا كلشي. هاد الكميه هادي اللي كاينه هنايا ديال سميتو شو تبارك الله الوريقات ديالو شحال خضرين. خضر راه باقي خضر، هو باقي طري خضر. الريحه ديالو رائعه بزاف. الريحه ديالو عاطيه حيت بلدي، حيت ديال الجبل هذا. دونك حنا غادي نكملوا هذه الكميه. راه باقي عندنا هذه كدايا وباقي هي الخنشره باقي عامره. غادي نكملوا كلشي هاد الكميه هذه ونتلاقاو ان شاء الله من بعد نشوفوا المرحله المواليه. دونك دابا المرحله المواليه هو انه غادي نغسلوه. غنطلقوا عليه الماء. هو راه غادي يكون فيه التراب. عادي ينعم شويه ماشي نوركوا عليه. من الفوق بحال شكل النعناع. فهي الريحه طلعت كثر دابا. علاش دابا هذا ملي كنغسلوه نوليو عاد كنجبدوه وكنستعملوه، ما كنبقاوش نغسلوه عاوتاني مره اخرى. ولا دابا سواء انه نديروه نغسلوه دابا ديري فيه في الشبيكه.
عاودي تغسليه عاوتاني مره اخرى. بقى ينزل داك التراب وداك هي دوك الابدال اللي كيكونوا عالقين فيه. دابا بعد ما غسلناه بحال ما هكايا صافي، شحال ديال الزبال اللي نزلات منه والتراب. دابا عندنا اما نقدروا نديروه في واحد الزيت، في واحد السربيته ونلويو عليه ونخليوه يبات ليله كامله، ولا نخليوه تقريبا واحد نص نهار كينشف، اولا نديرو هذيك النشافه ديال الربيع، هذيك اللي كندوروها كل النشافه ديال الربيع هذيك كتنشفوا لينا بسهوله، ولكن انا غادي نديرو في ديك النشافه. غادي تنشفيه دابا؟ اي غنديرو في النشافه وغنطلق انا وياك. واخا. انا غادي شفت كثير غنعمر الطاوه كبيره ديال هاد الزعتر. حنا بغينا نوريكم الطريقه في هاد الشويه هذا. هاد النشافه كما كتعرفوا راه عمليه بزاف. واو سحريه. فنه. ها انت شفتوا كلشي داك الفائض ديال الماء دابا نزل. دابا غنحطوها في الطاوه. دابا ها هو غادي نسرحوه ونحطوه في الضليله بلا ما نحطوه في الشمس. الا حطيناه في الشمس صافي ما كيبقاش فيه المعنى. دابا غادي نحطوه بحال ما هكا فواحد البلايصه. الا عندنا كاع شي صالون نحطوه في الطبيله ديال الصالون، شي بلاصه اللي تكون مطرفه صافي ونخليوه. المهم في الضليله راه ما تخافوا عليه، ما غادي يخسر ما والو. المهم بحال ما هكا مع نشفناه دغيا غادي يكرم لينا. نحطوه في بلايصه ونخليوه تقريبا سيمانه ولا ما كاملاش غادي ينشف. دونك غنخليوه مده طويله حتى يكرم. حتى يكرم على خاطرو يعفض ما يوصلش للشمس. وليني بحال هذاك اللي مدايره انت ماما في الثلاجه مع النعناع ومع الشيبه وداك الشيء تتهزيه بحال ما هكا. لا هذا كنخليه يخضر وكنغسلو بحال هكا ونحطو في ديك البواطه مع النعناع وكنبقى نعمر به. هذاك بوحدو هذاك. يعني ممكن دابا دركا نشدوه هكا وندخلوه للثلاجه. دابا تاخدي منه بحال ما هكا وديريه في واحد البلاستيكه ولا ديريه في بواطه وتحطيه وتبقى بحال شكل النعناع. بقى غير هو ما تيصبرش بزاف سميتو. لا كيصبر بحال النعناع بحالو بحال النعناع. دابا حنا غنوريهم هذاك اللي مكرم. صافي ان شاء الله ملي غادي يكرم راه غادي نطلقها ان شاء الله. وها هو دابا الشكل ديالو من بعد ما كرم. دابا كرم ماما دابا كله. كرم دابا الشيك ملي كنوركو عليه صافي كيبدا كيتحتحت. الشيك كيبدا يدير كيبدا يتحتحت. صافي كندير هاد الطريقه بحال ما هكا. كنبدا ندير ليه بحال ما هكا حيت هذوك العويدات غادي يبقاو لينا وخاصنا ليه شي حاجه كبيره فاش نديروه. كيولي صافي نوليو غير كنوركو عليه كيتحيد من العود ديالو تيتحتحت. صافي كنديرو بحال ما هكا نبقاو غاديين معاه. تزيدي مازال تحيدي دوك الغصينات تيبقاو غير الوريقات بحال نديرو ليه هكايا. لا بدينا نديرو هكا شتي. علاش ديري ليه بحال ما كتحيدي من الغصان ديالو؟ هو العواد ما عندناش ما نديرو به. حنا حيدنا العويدات فعلا تيشدوا غير واحد المساحه كبيره. صافي وخلينا غير هذاك سميتو. تبارك الله على ريحته. ريحه رائعه. دابا كيبقى لينا نقي الوقت اللي بغينا ناخذو ونستعملوه، ماشي ضروري نغسلوه. مغسول ومكرم وكلشي. مغسول ومكرم. وبغينا غادي نديرو واحد الجزء غادي نطحنوه بحال البيتزا وبحال بغينا نديروه في العجينه وبغينا نديروه في الحسوه، والجزء الاخر بغينا اتاي ولا بغينا هكا غادي نخليوه غير بحال هكا بحال هكا. وهنا هانتوما كما تتشوفوا معنا من بعد ما خرجنا كلشي دوك العويدات اللي بحال ما قدا حيدناهم نحاولوا باش نحيدوا كلشي الوريقات نحيدوهم نخليو غير نحيدوا كلشي الاغصان نحيدوهم نخليو غير الوريقات بحال ما كان اللي فيهم. دابا غادي يبقى بحال ما هكا صافي وغادي نعمروا بحال هذه نديروا فيها بحال ما هكا. دابا الا بغينا اتاي ولا شي حاجه راه نهزوا منه، بغينا نطحنوا راه حنا غادي نطحنوه. هذا بحال داك اتاي اللي تيتباع في لي غون سيرفاس تيكون منسم وداكشي غير هذا طبيعي نصايبه ماما في الدار. دابا ها هي حصلنا على الزعتر ديالنا
اللي كنحتاجو. هذا راه واخا يبقى عندك حتى عامين حتى 3 سنين ما يوقع ليه والو. بهاد الطريقه هذه. وهنايا راني دايراها في هاد السوبيره هنايا، حيت حنا راه صايبنا كميه كبيره تبارك الله، غير وريناكم في داك الشويه. هي كميه كبيره. عرفتي علاش؟ حيت ملي يكون غادا كلها العائله كيوصيوني كيقول لي جيب لنا الزعتر ديال الجبل، كنديه ليهم ضروري خاصني ندير لهم كل واحد. دابا هذا كل واحد غادي ندير ليه شويه. والمهم حنا وريناكم غير الطريقه، حيت الزعتر راه مهم ومهم بزاف ديال المسائل. المهم حنا راه كنستعملوه في كل شيء. دابا بالنسبه لهاد الا بغينا باش نطحنوه، انت ماما عندك هنايا انت مطحون. هنا غادي نديرو في انما ما تطحنيش واحد الكميه كبيره واقيلا. كنطحن غير القياس. شتيها؟ ها هو غادي نوريك. ها هو مطحون، وعرفتي الريحه ديالو رائعه وصافي. وحنا كنستعملوه كنطحن غير القياس. تتهزي من هنا وطحني الوقيته اللي بغيتي تستعمليه. دوز لك مثلا سيمانه ولا والوقت اللي كمل ليا عاوتاني هذا كناخذ ثاني نحط من هنا وكنبدا ندير صافي. نديرها في هاد السوبيره، محافظه عليه في هاد السوبيره، مغطياها ومدخلاها انايا للبيت ديال الغسيل. الوقت اللي احتاجيت ليها راني كناخذ منها تاخدي تدير. وبهذه الطريقه انتم كما شفتوا معنا تقاسمنا معكم الطريقه باش تحصلوا على الزعتر بحال ما هكايا، سواء انه يكون مطحون، سواء انه ديروه بحال ما هكايا في هاد السوبيرات كيما مدايره ماما هنايا باش الوقيته اللي بغات تعمر اتاي وداكشي. وها هي الكميه الكبيره، ها هي في هاد السوبيره الكبيره ديال اطلس. لا مارك بقات ماما معلقه ديك التيكيته. خليها ما دات لينا والو. نتمنى فعلا انكم هذا الفيديو هذا يكون مفيد لكم، وانكم تستعملوا الزعتر وتدخلوه في التغذيه ديالكم اليوميه كما تدير الوالده ديالي. تبارك الله عليك ماما، الله يبارك فيك. وتبارك الله عليك هذه الطريقه هذه ديال الزعتر اللي ساهله وتتشجعينا بحال ما هكا باش نديروه في الدار. واللي عجبتني انا هي هذه الطريقه هذه في هذه السوبيره محطوطه بحال ما هكا فوق البوطاجي. الوقيته اللي بغيتي تستعملي يكون عندك ساهل. تبارك الله عليك. يلا دابا غادي نختم معكم هذا الفيديو هذه، نقول لكم نتمنى انها تكون مفيده لكم. نشكركم كاملين على التعاليق الايجابيه ديالكم، على الدعم ديالكم، وبكم باش القناه مستمره. نتمنى فعلا انكم تشجعونا بلي لايك والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم، ونخليكم في امان الله. على بروشين فيديو ان شاء الله. السلام عليكم وتبارك الله عليكم. الله يحفظكم الله يعاونكم ان شاء الله.